يا هلا وغلا فيكم بفيديو جديد، وإن شاء الله رمضان مبارك عليكم يا حبايب القلب. قصة اليوم قصة أحكي لكم شغلة بتحسوها زي كأنها عبارة عن مسلسل. شايفين مسلسل صرخة روح؟ حرفيا زي هيك، عبارة عن خيانة وغدر، واللي بخوف إنه هاي القصة فعليا وصلتني ماشي من ناس بمحيطي، يعني ناس حصلت لمعارف معارفي وجت وصلتني عن طريق معارفي. قصة بتشيب الراس، بتخليكي أو بتخليك ما تثق بأي حدا. ما بدي أطول عليكم، خليني أبلش معكم بهالقصة، وخليني أبدأ بإني أعرفكم بالشخصيات الرئيسية اللي صارت بهاي القصة. طيب، الشخصيات الرئيسية هم 3 أطراف. الزوج خلينا نسميه فهد، الزوجة خلينا نسميها رهف، وأخو الزوج خلينا نسميه رامي. طيب، هذا يا جماعة رهف اتعرفت على رامي من أيام المدرسة، يعني بتقدروا تحكوا أيام الثانوية، وحبوا بعض حب مش طبيعي. يعني كيف الحب المجنون مثل ما بيحكوها بالضبط هيك، يعني لدرجة إنه فهد بعد ما خلص توجيهي وهو جايب معدل عالي وبالفرع العلمي ما كمل جامعة. ليش؟ عشان يروح يشتغل ويأمن فلوس عشان يروح يتقدم لرهف. من شدة حبه إلها خاف إنها تضيع من إيده، وفعلا اتزوجوا وعاشوا عيشة حلوة وخلفوا أولاد وبنات. يعني كانت القصة تاعتهم مثل ما بيحكوها too good to be true، حرفيا هيك من الآخر. طيب، عاشوا مع بعض 24 سنة سمنة وعسل وحلاوة، وينضرب فيهم المثل. يعني كان عند العرب قديما قيس وليلى، وكان عند الناس حاليا في عنا رهف وفهد، من كتر ما هم مضرب بالحب وبالوفاء وبالإخلاص. طيب، بتروح الأيام وبتيجي الأيام، ما بنسمع إلا هوب فهد اتطلق هو ورهف. طب إيش صار؟ ليش هذا الخبر كان عبارة عن صدمة للجميع؟ ليش؟ طيب يعني انتوا بتحبوا بعض، انتوا بتموتوا على بعض، يعني انه في اشي مش مزبوط. فهد ضل ساكت حتى تحمل توجيه الناس أصابع الاتهام إله إنه أنت إنسان سيء، كيف بتعمل هيك بالإنسان اللي حبتك وعاشت معك 24 سنة. ضل ساكت ساكت ساكت. بس ما حدا كان يعرف إنه سكوت فهد هاد كان السكوت اللي ما قبل العاصفة، لأنه فجأة إجا فهد وفجر قنبلة صدمت الكل. القنبلة هاي شو مفادها؟ رح أحكي لكم شو مفادها، بس خليني أرجع لكم بالزمن شوي. شو الزمن شوي اللي بدي أرجع لكم إياه؟ ركزوا معي. هذا يا حبايب قلبي رهف وفهد عايشين بعمارة مع بيت أهلهم. رهف وفهد عايشين بالطابق الثاني، والأهل أهل فهد عايشين تحت. الأم والأب متوفين، ما في غير الأخت والأخ العزابي، وباقي الإخوان والأخوات متغربين بالغربة. تمام. طيب، هسا أحكي لكم شو عن فهد. فهد مثل ما قلت لكم جدا بموت على رهف، بس هو في خصلة جدا سيئة اللي هي العصبية. بس يعني بس يعصب بيروح خلص بنسى انه هاي الانسانة انا بحبها او كذا او كذا، خلص بنسى كل اشي وبزعلها وممكن يكسر خاطرها او كذا. بس عموما على السريع يعني برجع لأصله، بصحح غلطه وبراضيها وبطيب خاطرها. وبس رهف تزعل من فهد وينكسر خاطرها، لمين تروح تشكي؟ ما تروح تشكي لأخت فهد، لا، تروح تشكي للأخ اللي شو حكينا اسمه لرامي، تروح تشكي لرامي. طيب ماشي، بس هون في يا حبايبي في هون مغزى كبير أو في طابوسة كبيرة. إيش هي؟ إنه يا حبايبي رامي كاين إله سنين بحب رهف طرف واحد، بحبها خلص بينه وبين حاله، وبيعرف إنه هذا الإشي غلط، بس خلص بحكي أنا بحبها بيني وبين حالي، يعني أنا مش مأثر أي إشي. طبعا هذا رامي يا حبايبي يعني رافض فكرة الزيجة، وكتير يعني اخوانه وخواته بيحكوا له تزوج وما تزوج وكذا، وهو ما بده يتزوج وما بده يتزوج. هم كانوا مفكرين لانه عنده مشكلة صحية، هو عنده مشكلة صحية بسيطة ما بتأثر يعني، تمام، بس انه هم فكروا هيك. فما كانوا يعرفوا انه هو السبب الاساسي لعدم زواجه كان حبه من طرف واحد لرهف.
طبعا شوفوا شوي شوي كيف الصورة عمالها بتتشابك قدامكم وبتوضح شوي شوي. مع الأيام علاقة رهف برامي قويت شوي شوي، وقويت أكتر وأكتر. ليش؟ لأنها كل ما الأخ فهد يزعلها تروح تشكي لرامي، كل ما يزعلها تروح تشكي لرامي، ورامي شو يكون لها؟ يكون لها الشخص الحنون اللي بيراضيها واللي 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 واللي. طيب أختهم اللي عايشة معهم بالبيت، تمام، عشان أنا ما ألخبطكم زي ما حكيت لكم، رامي وأختهم عايشين بالطابق اللي تحت، ورهف وفهد عايشين بالطابق اللي فوق. طيب ماشي. الأخت اللي عايشة، بتعرفوا إحنا إحساس الأنثى ربنا ناعم علينا بهذا الإحساس، إنه لما يكون في إشي مش مزبوط، حتى لو كانت الأدلة كلياتها مش مكتملة قدامنا، بس منحس فيه هون إشي مش مزبوط أبدا أبدا. طيب ماشي. كانت هاي الأخت تنتبه على الموضوع وتنتبه إنه علاقتهم، يعني هاي الصحبة الفريند اللي زيادة عن اللزوم، هاي مش إشي صح، يعني إحنا كمسلمين وكعرب يعني هذا مش إشي صح. غير إنها في يوم من الأيام كانت طالعة وكانت الدار فاضية، وكان معروف إنه هاي الأخت بالجامعة خلص ما بتروح قبل ساعة معينة. بيوم من الأيام روحت قبل ميعادها وفاتت على بيت أهلها، فسمعت صوت فيه بلكشة، صوت بلكشة حركشة هيك بغرفة رامي. فاتت لقت مين؟ لقت رهف جوا الغرفة. طبعا رامي مش موجود، بس إنه رهف لحالها جوا الغرفة. طب انتي شو بتسوي جوا غرفة رامي؟ رهف وقتها تحججت، صارت تحكي بنتي أبصر شو موقع إشي بالغرفة كذا كذا. حكت لها الأخت أوكي حصل خير وكذا. بس بالكم هذا الإشي بده يمرق على بال الأخت، لأنه مش إشي منطقي. يعني أنت ليش تيجي يعني زي الحرامية من ورا لورا؟ عادي كان تقدري تيجي تفوتي من الباب، والله تحكي لي والله بنتي شكلها موقع إشي بغرفة عمها وهيك وحابة أشوفها. فبحكي لكم في هيك الإحساس، لما يجي عندك إحساسك يعمل لك فيه إيرور بشغلة، أنت لازم تنتبهي. وطبعا هاي يا حبايبي كانت مجرد البداية لمخطط رهف. عدوا معي من ساعة هاي الأحداث، عدوا بعدها سنتين. خلال هاي السنتين كانت رهف تطلب الطلاق يوميا من فهد. لمدة سنتين كاملين كانت رهف تطلب الطلاق على أتفه الأسباب. كانت من ولا إشي تعمل كل إشي. كان تصرفاتها مش منطقية أبدا. انتوا قارنوا لما تكون إنسانة عايشين مع بعض 24 سنة عشرة، حب، حنان، إخلاص، مودة ورحمة أهم إشي، أوكي، وتصير خلال سنتين من ولا إشي تتحجج إنه بدها تتطلق. لا مش بس هيك، وهي already عندهم ولاد، يعني مش ولد ولا بنت وحدة، لا عندهم خلفة مرتبة. فكان الوضع أبدا مش منطقي. ولعلمكم من وقتها فهد بينه وبين حاله بلش يحط ملاحظات على رهف، صار يحس في إشي مش مزبوط. هاي التصرفات مش منطقية أبدا، مش مزبوطة أبدا. فمن وقتها بلش يشك، وبلش يعني كيف زي ما بيحكوها يشك، بس بنفس الوقت قلبه مش مطاوعه انه يشك. يعني بيحكي يا ربي هاي انا معها 24 سنة على الحب وعلى على الحلوة وعلى المرة وخلص، يعني حب سنين وعشرة، يعني مستحيل. بس بنفس الوقت يعني تصرفاتها مش منطقية، تصرفاتها مش معطيته مجال إلا إنه يشك فيها. فكان بين نارين. فكان والله يضطر إنه هو يشكي لأخته اللي هي مين؟ اللي هي already أصلا حاطة دفتر ملاحظات على رهف، مش حاطة بس ملاحظة ولا ملاحظتين، حاطة دفتر كامل. بنفس الوقت أخته شو كانت؟ أخته كانت تحننه وما بدها تولع النار وهيك، تقعد تحكي له لا يا حبيبي واستهدي بالله يا أخوي ومن هالحكي. وكان يعني كمان بينه وبين حاله مرة على مرة يروح يشكي لمين؟ يشكي لأخوه رامي. بس هون الصدمة اللي مش عارفه فهد، إنه رامي أخوه كاين بيخونه هو ومرته. لا وشوفوا الحقارة، إنه لما فهد يروح يشكي لرامي، رامي يقعد يهديه ويقعد يحكي لا 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 ما في من هذا الحكي، وأعوذ بالله شو بتحكي أنت وشو من هالحكي وأبصر شو. اللي بيحزن إنه فهد كان شاكك بمرته إنها بتخونه، بس ما كان شاكك بباله أبدا إنه تخونه مع أخوه. طيب خليني أكملكم الأحداث. انتوا هون وضحت الصورة عندكم،
ووصلتكم زبدة الموضوع. طيب خلينا نيجي على مرحلة الكشف. كيف انكشفوا؟ نرجع للأخت. الأخت كانت ترن على أخوها المغترب برا، هذا أخوها كانت كتير صحبة معه، فكانت تحكي له والله يا أخوي أنا شاكة إنه كذا كذا كذا، أنا شاكة في إشي مش مزبوط. لا، الأخت مش شاكة إنه البنت هاي اللي هي رهف قاعدة بتخون أخوهم، لا، أختهم متأكدة إنه رهف ورامي على علاقة مع بعض، لأنه مثل ما حكيت لكم شعور الأنثى غير إنها تشوفهم بيحكوا مع بعض على التليفونات دايما وبتكركروا وبتكهكهوا، يعني ماشي في علاقة بتكون دايما بين مثلا الوحدة والسلفة وكذا، بس علاقة جدا رسمية، جدا 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 رسمية، يعني عبارة عن احترام وسلامات، ما فيش فيها هاي الأهلية بمحلية تو ماتش هاي. فكان في حرفين إشي مش مزبوط وإشي مختل. فوالله هذا الأخ ما كذب خبر، نزل من غربته ونزل على البلد، صار يحكي يا أنا يا هذا الموضوع، حطيت الموضوع براسي، أنا بدي أشوف هدول التنين شو قاعدين بيسووا، شو قاعدين بيعملوا. وطبعا هو كتير ذكي، كتير ذكي، لأنه نزل يعني كيف أحكي لكم إياها، نزل بطريقة طبيعية جدا، ولا بين لهم انه هو بده يقعد يراقبهم ولا اي اشي، لانه هم اصلا هدول التنين اللي هم رهف ورامي كانوا يخافوا من مين؟ كانوا يخافوا انه ما ينكشف لا قدام الاخت او قدام الزوج، فكانوا يعني متحرصين اكثر اشي قدام هدول التنين. اما هذا المغترب لانه له سنين بالغربة فما بعرف لا التشككات ولا واصلته الاخبار هاي، طبعا هم هيك مفكرين انه هو لا واصلته الاخبار هاي ولا التشككات ولا اي اشي. وبعيد وبأكد لكم وبرجع بذكركم انه فهد هو حس انه مرته بتخونه، بس اكيد مش شاكك باخوه، بس الاخت هي متأكدة انه رامي ورهف عم بيخونوا مع بعض. عرفتوا علي كيف؟ طيب نرجع لموضوعنا. هذا الأخ المغترب اللي نزل من غربته عشان يحل الموضوع ويشوف الموضوع، ضل يراقبهم. بيوم من الأيام الموضوع انزتت فتاشته، راح هو حكى لأخته زتينا هالفتاشة على أساس إنه إيش إلا ما يبدر منهم فعل أنا أقدر ألقطهم فيه. وفعلا الأخت ما كذبت خبر، راحت زتت الفتاشة وزتت الموضوع. بتعرفوا حبايبي إحنا البنات والله ما بنخاف علينا، لما بدنا نفتح موضوع يعني بندخله من أي مسرب، فعن جد ما بنخافش علينا من هاي الناحية. المهم والله هالأخت زتت الفتاشة وما كذبت خبر، وراح هذا الأخ قاعد يراقبهم على السكت، لأنه إلا مثلا ما يصير في بينهم وتوتة على السكت أو كذا، أو إنه لا إحنا لازم ندير بالنا أو كذا وكذا وكذا، ضلوا قاعد لهم زي الرابوس. فانتبه إنه راحت رهف على غرفة وراح رامي فات على غرفته، يعني كل واحد بجهة، بس التنين نفس الوقت كانوا بيحكوا تليفون. وطبعا مثل ما قلت لكم هم ما كانوش منتبهين للأخ ولا عايرين له أي انتباه، لأنه خلص مغترب ومش عارف بالأخبار وكذا وكذا. فراح يتنصت على الغرفة اللي فيها رهف بصوت التليفون اللي بتحكي فيه، سمعها قاعدة بتحكي اسمع هم شاكين فينا ومش عارفة شو. سمع هالجملة راح فتح الباب على السريع وأخذ التليفون من إيدها وراح لأخوه حكى له شوف يا فهد، مش انت شاكك بمرتك؟ يلا شوف مع مين بتحكي. فرجع التليفون وفرجع الرقم وفرجع الاسم. يا الله الصدمة والصراخ والتكسير، يا الله، يعني إشي بأشعر البدن، موقف مستحيل أنا أتمنى لأعدائي. يعني أنا يعني بحكي لكم شغلة، أنا ما حضرت الموقف بس أنا فعليا أنا عم بستشعر الموقف، إشي بأشعر البدن. طيب شو اللي صار؟ اتطلقوا وخلص كل واحد راح بحاله، واستأجر لها بيت عشان الأولاد مش عشان سواد عيونها، وقعد يدفع لها نفقة. طيب الصدمة والنجاسة وبقية المصيبة مش هون، احكوا لي وين القصة؟ إنها بعد فترة راحت سافرت على مصر هي ورامي، وراحوا تزوجوا هناك عرفي. أيوة، طب احكي لنا يبيلا ليش تجوزوا عرفي؟ طب بيقدروا يتجوزوا عادي. هلأ بحكي لكم ليش، عشان تكتمل صورة النجاسة الحرفية براسكم من هيك أشخاص. طيب راحت رهف اقترحت على رامي إنه نتجوز عرفي. ليش؟
لأنه الأخ رامي عطال بطال ما بيشتغل. فحكت إحنا إذا تزوجنا زواج عادي أنا النفقة بتروح علي والبيت المستأجر لي إياه بيروح علي، فلا نتجوز عرفي وبنسكن بالبيت أنا وياك وبضل أخوك يصرف علينا. أقسم بالله الشيطان واقف لها بالزاوية بزقف لها، يعني نجاسة وقرف ومسخرة. يعني احكي لكم شغله مش فاهمه. طب انت يا اختي انت زهقتي لي من جوزك وقرفتي منه، تمام، طب ريحه تاخذي لي اخوه، طب ما هم نفس الطبع بيكونوا نفس الاشي، ماشي البطن بستان بس خلص حبايبي في دي ان ايه بيكون مثبت. يعني انا صدقا انا يعني شو شايفه يعني مش فاهمه والله العظيم. المهم والله هذا الزلمه نرجع لكم لحاله فهد، حالته بتبكي الكافر. والمصيبة إنه معاه الرسائل والمحادثات وكل إشي بدين مرته، وبيطلع بإيده إنه يرفع عليها قضية زنا، بس ما بده. ليش؟ بيحكي لأنه أنا ما بدي أشوه سمعة ولادي، بكرة ولادي بدهم يتزوجوا وكذا، أنا ما بدي بكرة ولادي ينفضحوا بسبب عمايل إمهم. متخيلين أنتوا لأي درجة؟ لا، والمصيبة إنه يحرم هذا فهد مش قادر يشوف ولاده إلى فترة مكتئب. ولو يعني عمره حاليا بتحسه عمره من المصايب اللي هو فيها، عمره حاليا زي كأنه 100 سنة من كثر ما هو مبين عليه الزعل والتعب والهم، ولا قادر يشوف ولاده ولا قادر يحكي معهم. ليش؟ لأنه بيحكي أنا إذا كل ما أشوف ولادي أنا بروح بتذكر إمهم، ومش قادر يثق بحدا، وحاليا بحالة نفسية جدا سيئة. كتير الناس اللي حواليه عرضوا عليه تعال نجوزك تعال أبصر شو، ما في عنده ثقة بأي حدا. صراحة معه حق، يعني هو انلسع من مرته وانلسع من أخوه، يعني إشي جدا سيء، إشي جدا جدا ما بخطر على البال صراحة. يعني بتعرفوا يعني حسبي الله ونعم الوكيل بهيك ناس نجسين، يعني بهيك إشي مقرف. يعني أحكي لكم شغلة، الإشي كلياته على بعضه مقرف بقهر. يعني مش عارفة شو أحكي لكم، بس والله العظيم ديننا ما حرم إشي هيك من فراغ. يعني ديننا ما حرم الاختلاط من فراغ، وما حرم إنه إحنا كائنات ما نخضع بالقول وهيك وكذا وكذا. يعني مثلا طلعوا هي أصلا كيف يعني هي حبته، لأنه كانت كل ما تروح تشكيله من زوجها، تمام، تروح تشوفه كيف هو حنون عليها وكذا وكذا، فصارت شو الأخت ما شاء الله عليها دابت ما شاء الله، يعني استغفر الله العظيم، يعني شو القرف هاد. يعني انت بعدين عندك حبيبتي هي اخته موجوده، روحي اشكي لاخته، بس هي نفسها انسانه مش صح يعني صراحه. هي نفسها بس بدها seek for attention. اشي كثير مقرف. اصلا اوريدي المشاكل الزوجيه مش لازم تطلع برا، يعني برا الازواج يكون بعلمكم. يعني خلاص المشكله صارت بين هدول التنين، بتضلها بين هدول التنين. كل ما كترت الاطراف اللي بتعرف بالمشكله كل ما صارت المشكله جديه اكتر. اوكي، كل ما صارت صعب انها تنحل، مش بيحكوها كبرها بتكبر صغرها بتصغر. فيعني هي من الاساس غلط، وهو من الاساس الاخ غلط. تمام، يعني ما نحكي والله انه هي يا الله خلص غلطت عشان الاخ كان بيحبها وكذا، لا 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 لا. التنين غلط. التنين من البداية ما في عندهم مخافة الله. التنين من البداية حاطين الحرام بين عيونهم مش الحلال بين عيونهم، لا. فبس والله يعني ممكن هاي القصص بتخلينا انه احنا نقعد ما نثق بحدا ثقة كاملة وما كذا كذا. لا، احكي لكم شغله والله يا حبايبي، لو خليت خربت. لا، لسه في ناس منيحه، ولسه في ناس بتحب وبتصون وبتحترم. هدول نسبه قليله، هدول اللي زي هيك نسبه قليله، بس لازم انه احنا نعرف قصصهم عشان الواحد يعرف النفس البشريه لاي مكان ممكن تدنو وتصير نجسه. وبس والله، وحابه اعرف رايكم بهاي القصه، ولو سمحتوا فضلا وليس امرا لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس.